السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قلب الصحراء وعلى جدران المعابد وعلى تابوت الملوك بتكون في عين مفتوحة ما بتغمضش أبدا. العين دي بنسميها عين رع. طيب العين دي هل كانت وسيلة للمراقبة ولا كانت فعلا أداة عقاب سماوي؟ وإيه اللي حصل سنة 1993 جوه الهرم الكبير لما ظهر الرمز في مكان مستحيل يوصل الإنسان له؟ النهاردة هنعرف أسرار واحدة من أخطر رموز الحضارة المصرية القديمة. في مصر القديمة كانت الشمس مش مجرد قرص نور، دي كانت إله واسمه رع، هو اللي بيشوف وبيحكم وبيحمي وبيعاقب. الأسطورة في الوقت ده بتحكي إن البشر لما عصوا رع ما استخدمش سلاح ولا جيش، بعت عينة على هيئة إله اسمه سخمت، كانت أسد مفترس بتمشي على الأرض وتحرق اللي يعصي الإله. القصة دي اتدونت على معابد هليوبوليس ودندرة، وقالوا إن العين دي بكت من كتر الغضب ودموعها نزلت نار. العين بقت رمز إلهي لدرجة إن الملوك كانوا بيرسموها على جبينهم وعلى توابتهم عشان تكون حارس لهم في الحياة وبعد الموت. نروح ونرجع بالزمن لعام 1993، بعثة استكشافية بقيادة المهندس رودلف أطلقوا روبرت صغير اسمه أبو فيس عشان يستكشف نفق ضيق داخل الهرم الأكبر، نفق ما فيش أي إنسان يقدر يدخله. الروبورت مشي لمسافة 65 متر تقريبا، ولما وصل للآخر الكاميرا سجلت صورة لحجر مسدود، بس على الحجر ده كان فيه نقش واضح، والنقش ده كان عبارة عن عين رع. الدهشة مش في مجرد وجود الرمز، لكن في الدقة الغريبة جدا في النحت، في مكان مستحيل حد يوصل ولا حد يقدر ينحت النحت ده سواء كان يدوي أو بآلة. ده خلى ناس كتير تطرح سؤال: هل الرمز ده اتنقش بنفس الفترة ولا تم إضافته في وقت لاحق باستخدام تكنولوجيا غريبة؟ سنة 1996 فريق من جامعة القاهرة بالتعاون مع معهد أبحاث ألماني دخلوا بنفس الممر وجربوا قياس الموجات الكهرومغناطيسية حوالين بعض الرموز الفرعونية، والمفاجأة كانت في إشارات غير معتادة حوالين رموز معينة، وأبرزها هو رمز عين رع. مفيش تفسير واضح، لكن بعض النظريات قالت إن الفراعنة كانوا فاهمين في هندسة الصوت والذبذبات وبيستخدموها في حماية القبور من اللصوص عن طريق تخويفهم وإثارة الرهبة. وفي واحدة من المذكرات المهمة في هذا العصر تسمى بمذكرة هاورد كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون، ذكر إنه شاف رمز عين رع منقوش على باب داخلي، وكان الكهنة بيقولوا دي مش مجرد عين، دي شاهد علينا وعلينا إننا ما نقربش من جسد الملك. البعض قالوا إن الرمز ده مجرد رمز ديني، لكن في عالم آثار اسمه روبرت كتب في كتابه إن رمز زي عين رع مرتبط بنقاط طاقة في الهرم، وموقعها مش عشوائي بل بتتوزع بنفس شكل كوكبة الجبار. واللي ما يعرفش كوكبة الجبار هي مجموعة من النجوم، كوكبة نجمية بتشكل مع بعضها شكل مميز في السماء، وكان ليها أهمية كبيرة عند المصريين القدماء وكمان أساطير كتيرة حول العالم. وطبعا ده خلى ناس كتير تتكلم عن احتمالية وجود علم طاقة متقدم عند الفراعنة، وإن الرمز ما كانش مجرد رسمة لكن كود بيحمل طاقة زي كأنه باركود كوني. بعد نشر بعض التقارير عن البعثة تم منع البعثة عن الاستكمال، والسلطات المصرية وقتها رفضت تعليق رسميا. لكن من ضمن الأسباب اللي اتسربت في الوقت الحالي إن في واحد من الباحثين حصل له حالة هستيرية لما شاف الرمز، قال إنه حس بشيء غريب بيراقبه وإنه سمع صوت همس داخل الممر، وده تم تسجيله بالفعل على المايك الخارجي، بس الصوت كان بلغة غريبة مش مفهومة. من وقتها أي محاولة لدخول نفس الممر كانت بتنتهي بإعطال في الجهاز أو إلغاء الرحلة بشكل كامل بسبب ظروف غير معلنة. طبعا عندنا في الآخر أسئلة ما زالت بلا إجابة: هل الفراعنة كانوا بيستخدموا علم إحنا لسه ما وصلناهوش؟ هل عين رع كانت جهاز مراقبة ولا رمز طاقة ولا كان فعلا موجود بيتفاعل مع اللي حواليه؟ هندخل غرفة لحد النهاردة محدش قدر يفتحها ولا حتى الريبورتات، وغرفة لما حاولوا يقيسوا فيها الترددات المايك اتحرق. ما تنساش تدينا لايك والاشتراك وتفعل زر الجرس عشان اللي جاي هيخليك تبص للهرم كأنه حي. كنا معكم في دشمة السرية.